السلام عليكم. انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي Polymer Crafts. النهارده هتكلم معاكم عن الادوات اللي ممكن نحتاجها كمبتدئين، وبعد كده شويه ادوات تانية مش هقول للمحترفين، بس يعني بعد كده للي حابب يكمل في المجال. طبعا اول حاجه هنحتاجها هي الرولر، اللي هي زي النشابه بنفرد بيها العجينه او الصلصال بتاعنا. في منها كذا نوع، ده بلاستيك بس الاكريليك كمان موجوده وبيقولوا انها كويسه جدا. ده كاتر من اهم التولز اللي موجوده. ده الكاتر بتاع الكرافتس. في كاتر تاني العادي اللي هو احنا بنستعمله من واحنا صغيرين، عارفين الكاتر التاني. هو برضو ينفع بس ده احسن منه بكتير، وهو مش غالي. انا مش عارفه سعره بالظبط في مصر، بس انا كنت جايباه من هنا ب7 درهم. انا عايشه في الامارات. 7 درهم يعني حوالي حاجه و30 جنيه يعني. هو بيجي بكذا سن، مش سن واحد، عشان لو واحد منهم باظ نقعد نبدل فيهم. تاني حاجة هنتكلم عليها هي البول تولز، من أهم التولز اللي موجودة برضو كمبتدئين لازم دي تكون عندنا. أنا في الأول ما كانش عندي الكبيرة اللي هي الزرقاء اللي تحت دي، اللي أنا ماسكاها، بس هي اللي كانت عندي من البداية، وكانت مكفياني لحد بعد كده ما لقيت نفسي محتاجة الكبار. انا انصحكم بصراحة تشتروا الاتنين، يعني هتحتاجوهم، لازم هتحتاجوهم في يوم من الايام. يمكن مش يعني مش بنفس عدد المرات، بس الصغيرين مهمين 100%. الكبار مهمين بنسبة يعني حوالي مثلا 90%. انا انصحكم لازم تجيبوهم. بيتعمل بيهم ايه؟ كل حاجة تقريبا. انا هوريكم مثلا مثال صغير خالص وبسيط يعني. خلي بالكم انا مش بعمل شكل، انا بس عايزة اوريكم كمثال احنا ممكن نحتاجهم في ايه. ده صلصال صيني، انا بس جايباه في الفيديو ده لان هو طري. ما كنتش عايزة اقعد يعني اضيع وقت في اني اعجن صلصال بروتو مثلا او بريمو او كده، بياخد وقت في العجن. فعشان كده جبت الصيني، قلت اجرب فيه واوريكم النتيجة. هو بيبقى طري شوية زيادة عن العادي يعني لو احنا مثلا دلوقتي بنحاول نعمل شكل، عايزة اعمل وش، ف هوريكم دلوقتي بنستعمل بول تولز في ايه بالظبط. وطبعا المقاس بيبقى على حسب كبر الوش، على حسب حجم العين اللي احنا عايزين نعملها جوه الوش ده. دي مثلا اماكن العين بنضطر ان احنا نعملها بالبول تول. وبعد كده عايزة اخد الصلصال اللي هحطه جوه الخرم اللي احنا عملناه ده، اللي احنا عملناه بالبول تول، عشان خاطر يبقى هو ده العين. فهحطه، ما ينفعش احطه بايدي، لو حطيته بايدي هبوظ الشكل تماما. فلازم نستعمل بول تولز الصغيرة عشان ناخد العينين دي ونحطها مكانها زي ما هنشوف دلوقتي. تاني انا مش بعمل شكل، انا بس مجرد بوريكم ممكن نستعمل حاجة زي كده في ايه. شايفين الصلصال زي ما يكون بيلزق في البول تول دي، وبعد كده بناخدها هي نفسها ونضغط بيها الصلصال عشان خاطر ندخله جوه ياخد مكانه. الحاجات دي عمرنا ما كنا هنعرف نعملها بايدينا، عشان كده بقول لكم مهم جدا عندنا البول تول دي عشان نعمل بيها اشكال كتير. تاني حاجة بقى يعني الحاجة اللي بعد كده كمان هنحتاج حاجة اسمها نيدل تول. ناس كتير بتستغنى عنها بانها تستعمل الخلة. انا بحب استعملها اكتر من الخلة بصراحة، بحسها اسهل وبتطلع شغل انضف، بس كل واحد حر. انا عندي فيديو برضو على الشانل بتاعتي بيوريكم ازاي تعملوا نيدل تول دي. هي سهلة قوي، بس بتدي الشكل اللي انا يعني بتديني فايدة. ممكن تشتروها من بره على فكرة، بس انا حسيت ان يعني ملهاش لازمة بصراحة الواحد يصرف فلوس في حاجة سهلة ممكن تتعمل بمنتهى السهولة في البيت. انا هنا بعمل زي مناخير صغيرة، لو عملته زوم ان هيبان. هعمل تحت البق مثلا برضو بالنيدل تول، واحط جواه اسنان عشان اوريكم برضو ازاي ممكن نعمل الكلام ده بالبول تول، وازاي هي بتساعدنا في تشكيل الوشوش وتشكيل حاجات كتير قوي. يعني انا هنا بوسع مكان البق بالبول تول.
نبدأ ناخد الكور الصغيرة اللي عملتها واحدة واحدة نحطها في البق عشان تبقى هي دي شكل الأسنان. هحاول اقرب لكم عشان ابين لكم الشكل عامل ازاي. ممكن ما يبقاش باين قوي، بس اعتقد ان انا وصلت الفكرة يعني. تهيألي يا رب اكون عرفت اوصلها. البول تول الكبيرة بنستعملها عادة علشان خاطر بدلات الورد. معظم الأحيان يعني بتبقى هي دي الاستخدام بتاعها، وبصراحة هي مفيدة جدا. أنا هوريكم دلوقتي ازاي ممكن نعمل شبه بدلة ورد. لو أنا استعملت مثلا البول تول الكبيرة دي بس عشان أفردها، ودلوقتي هستعمل بصامة الورد دي بصامة بتديني شكل الوردة ورقة ورقة، يعني مش وردة كاملة، فبتديني الطبعة اللي على الوردة عادة بتكون. يا رب يكون باين عندكم في الفيديو شكل الطبعة عامل ازاي. ويمكن الصلصال بيبقى ناعم وطري زيادة شوية، فعشان كده مش باين عليه قوي. بما ان احنا بقى بنتكلم عن الطباعات، فانا عايزة اقول لكم ان دي برضو من الحاجات اللي هتحتاجوها في البداية، لان من الاول مش شرط تبقوا بتعرفوا تعملوا الوردات بسهولة، فممكن تحتاجوا تستعملوا المول ده علشان خاطر يسهل عليكم الدنيا شوية. طبعا ده مش معناه انه ده هو اللي تستعملوه خلاص، لا، لان دايما شغل الايد بيبقى احلى بكتير من المولد. بس في حاجات بنحتاج لها المولد بتاعها، اللي هي زي الحروف والارقام. حلو جدا المولد ليها السيليكون ده. ايه تاني؟ دلوقتي انا عايزه اوريكم حاجه كمان من الحاجات اللي هتحتاجوها، اللي هي القطاعات. انا دلوقتي مش هجيب قطاعات كتير، لكن عايزه اوريكم يعني من الحاجات المهمه، يعني القطاعات المهمه اللي المفروض تكون عندكم هي الدايره. النوع ده من القطاعات احنا بنقطع بيه وبنخرجه زي كأنه مسمار او حقنة من ورا. بناخد الشكل بيلزق فيها والصلصال بيلزق فيها، وبعدين بنطلعها، وساعات ما بيلزقش زي ما احنا شوفنا دلوقتي. المهم يعني ان هي ليها اشكال والوان كتيرة جدا 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 جدا. الصغيرين دول مش قادر اقولكم هما مهمين قد ايه. طبعا بنستعملهم في العيون والحاجات دي، وممكن حاجات تانية كتير. ليهم بقى اشكال قلوب ونجوم ووردات وكل حاجه، كل حاجه ممكن تتخيلوها، وموجودين في مصر كتير جدا. عند يعني في ناس كتير قوي بتبيعهم اونلاين، ما اعرفش موجودين في المكتبات ولا لا. ده نوع تاني برضو من القطاعات. يعني هي اسمها قطاعات بسكوت، كوكي كاتر. يعني انا دلوقتي بوريكم شكل القلب. في منهم اشكال كتير برضو، دواير ومربعات. هم في المجمل بيبقى كبار كده بالشكل ده، في اكبر من كده كمان. بس هم مهمين جدا. دي مسطرة الحروف للي حابب يجيبها. دي مش ضرورية في الاول. هي يعني هي الناس بتستعملها علشان خاطر يعني تعمل كتابة من غير ما نكتب بالصلصال نفسه. زي ما يكون احنا بنحفر الحرف. نتيجتها بتبقى ظريفة مش وحشة، بس مش كل الناس بتحبها، وما هياش حاجة ضرورية. بس أنا حبيت أتكلم عنها علشان خاطر الناس اللي صعب عليها الكتابة في الأول ممكن تستعمل دي.
دي مثلا كلمة CEO، هنحطها دلوقتي على القلب. هوريكم شكلها نتيجتها هتبقى عاملة ازاي. لذيذة جدا، شكلها حلو، سهلة الاستخدام ولذيذة، و يعني مش بتزهقنا يعني واحنا بنشتغل. لكن بصراحة يعني برضو لما الكتابة بصلصال بتبقى نتيجتها حلوة قوي. وبعدين انا ما شفتش بصراحة مسطرة حروف عربي، لو في حاجة زي كده هتبقى جميلة برضو قوي، بس ما فيش، عمري ما شفتها. الادوات دي برضو هنحتاجها، اللي هي البلايرز، كماشات بنحتاجها عشان خاطر اللي عايز يعمل اكسسوارات. الناس اللي بتحب تعمل الاكسسوارات بالصلصال لازم يكون عندهم الكماشات دي. دلوقتي عايزة اتكلم معاكم عن النيدل تول، وعن الاشكال اللي كمان ممكن نعملها بيها. يعني فاكرين الفيديو بتاع على الشانل بتاعتي، في الفيديو بتاع الدبدوب الميتيو، النيدل تول دي بنستعملها علشان خاطر نعمل بيها شكل الشعر بتاع الدبدوب ده. هوريكم الفرق بينها وبين الخلة شكله عامل ازاي. الفرق مش كبير، بس انا عايزة اوريكم يعني دي مثلا حاجة انا بعملها بالنيدل تول بتاعتي. هوريكم يعني شكلها هيبقى عامل ازاي، نفس الحاجة بس النتيجة اللي بالخلة، خلة الاسنان. عشان كمان اللي يحب مش عايز يعمل نيدل تول ممكن تستعملوا الخلة، تستغنوا عنها خالص يعني النيدل تول دي. كمان من الادوات اللي ممكن نحتاج لها، زي ما انتوا شايفين، فرشة سنان قديمة ونضيفة متنضفة. دي طول ظريفة جدا. هي انا ما اقدرش اقول ان هي بتعمل شكل الشعر على الدبدوب، بس هي بتدي نغبشة حلوة على الصلصال. وهي أداة رخيصة خالص، مش مضطرين تجيبوا حاجة غالية يعني، عادي. مجرد فرشة أسنان قديمة موجودة عندكم في البيت تقدروا تستعملوها في الحاجات دي، تدي الإفكت اللي احنا قلنا عليه ده. عايزة بقى كمان دلوقتي أتكلم معاكم عن أدوات النحت، أو زي في مصر ما بيقولوا اسمها أدوات تنعيم. هي فعلا يعني هي معمولة كلها من سيليكون طرية خالص، وفعلا هي بتستخدم علشان ننعم بيها أو ننحت بيها الشكل من غير ما تدي تأثير البصمات بتاعت ايدينا. شكل البصمات بتاعت ايدينا مش هيبان في الشغل لو احنا استعملنا الأدوات السيليكون دي. ممكن اخد واحدة منهم واوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي في الشغل. يعني لو انا بعمل دونت مثلا، هبقى عايزة اعمل الخرم اللي موجود في الدونت في النص، ممكن اعمله بأداة السيليكون اللي هي اوريكم شكلها، اللي هي مدببة. اوريكم شكلها دلوقتي وازاي بنعم بيها شكل الصلصال نفسه. وكده انا استخدمتها عشان اعمل الخرم اللي في النص لو انا عايزة اعمل دونت مثلا. وانا عشان خاطر صوابعي ثابت علامات على الصلصال، فبستعمل الأداة دي بالشكل ده علشان خاطر أشيل العلامات دي وتخلي الصلصال شكله ناعم. كل الأدوات دي جميلة بالشكل، يعني بتعمل الحاجات دي، بتنعم لي الصلصال وتخليني أشكله بدون ما يكون عليه آثار صوابعي. هي أدوات مهمة جدا، هتلاقوا منها أونلاين بيتباع الكبيرة اللي هي دي والصغيرة. كمان من أساسيات الصلصال الوايبس، أي نوع، لا بس لازم يكون عندكم وايبس عشان أولا تنظفوا بيها الأدوات بتاعتكم، تنظفوا بيها صوابعكم. أو كمان ممكن نيل تستعملوها علشان خاطر تشيلوا البصمات، بأن انتوا تحطوا عليها أسيتون وتمشوا عليها على الشكل فيتشال شكل البصمات من الصلصال. دلوقتي كمان عايزة أقول لكم على حاجتين أساسيتين جدا. أول حاجة فيهم البيبي أويل، ده بستعمله علشان خاطر أطر بيه الصلصال لو ناشف، زي البروتو مثلا والبريمو بيبقوا ناشفين قوي عادة. في الأول بنحط نقطتين من البيبي أويل عشان يطروا ونعرف نشتغل بيهم. وده الكحول
او الاسيتون ممكن تستعملوه كبديل ليه. انا بستعمله زي ما قلت لكم من شويه علشان خاطر اشيل البصمات باني احطه على الوايبس. ده الليكويد سكالبي، وده الملمع. الليكويد سكالبي بنلزق بيه الصلصال في بعضه، وممكن نعمل بيه افكت اللي هي الحاجات الليكويد، يعني نحط عليه لون من الوان الباستل ونعمل بيه افكت اي حاجه ليكويد. دي الاكسترودر ظريفه جدا، وهي مش هقول ان هي مهمه يعني ذات اهميه كبرى، بس انا هقول ان هي مفيده جدا. هي بتطلع كل الاشكال دي. ده مثلا شكل بيديني شكل الكريم شانتيه او السوفت كريم زي بتاع ماكدونالدز كده، الايس كريم بتاع ماكدونالدز لونه ابيض. دي اللي هي بتعمل خطوط رفيعة خالص. ده ارفع خط، ده بيستعمل في الكتابة. وده شكل مثلث، وده نص دايرة. كل دي حاجات مفيدة جدا وهتفيدنا في الشغل، وهتبقى صعبة جدا ان احنا نعملها بدون الاكسترودر، فهي بتسهل حياتنا جدا. وانا بالنسبة لي النوع الاخضر ده هو احسن نوع، احسن بكتير من لون الاسود اللي هو بنضغط بايدينا علشان خاطر يطلع. برضو من الاساسيات الترمومتر بتاع الفرن، زي ما انتوا شايفين هو ممكن يتعلق بكذا طريقة من فوق، والحتة اللي داخلة من جوه دي بتدخل في الرف بتاع الفرن، وممكن يقف عادي. وهو مهم يا جماعة علشان خاطر احنا لازم نتأكد ان درجة الحرارة اللي احنا حاطينها مظبوطة، ومش شرط درجة حرارة فرننا تكون مظبوطة فعلا. فالترمومتر ده بيورينا اذا كانت فعلا درجة الحرارة اللي احنا حاطينها، اللي احنا ظبطينها من بره، هي فعلا نفس درجة حرارة الفرن من جوه. بس انا كده خلصت كل الحاجات اللي كنت عايزة اقول لكم عليها. طبعا في ادوات تانية كتير جدا اكتر من كده، لكن انا مش حابة ان انا اتكلم عليها دلوقتي، لان هي كلها مش حاجات مهمة قوي يعني في الشغل بتاعنا في البداية. لو حابين مع الوقت يعني انتوا كده هتبدأوا تعرفوا، لا انا عايزة مثلا ادوات اكتر من كده، انا محتاجة اجيب قطاعات تانية، محتاجة اجيب يعني هتلاقوا نفسكم انتوا لوحدكم ابتديتوا تعرفوا ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تجيبوها. لكن كبداية هي دي الحاجات اللي انا يعني احتاجتها في الاول. نسيت اقول لكم طبعا ان احنا بنحتاج المات اللي انا بشتغل عليها دي اسمها سيليكون مات. انتوا ممكن تشتغلوا على اي حاجه، في ناس بتشتغل على سيراميك، انا ساعات بشتغل على قطعه سيراميك، في ناس بتشتغل على ازاز. ايا كان، ما ينفعش تشتغل على ترابيزه عادي كده، اولا هتبوظوها مع الوقت، ثانيا انتوا بتحتاجوا تستعملوا الكاتر كتير جدا، والكاتر ما ينفعش على ترابيزه عاديه او مكتب عادي، لازم تستعملوها على سيليكون مات او على ازاز او على سيراميك، هي دي احسن حاجات. انا كده خلصت الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان كل ما اعمل حاجه جديده تشوفوها. لو عندكم اي اقتراحات او عندكم اي حاجه عايزين تقولوها لي، ما تنسوش تقولوها لي تحت في الكومنتس. وبس كده، ميرسي، باي.